أشتاق إليك بالروح، لك تشتاق ومضيت وكأنما أعجبك الفراق. هي فنانة سورية تمتاز بصوتها القوي والحساس، حيث أثرت بإحساسها المرهف وأدائها المميز عالم الغناء في سوريا وخارجها، كما وأصدرت العديد من الألبومات الناجحة التي تعتبر أعمالاً فنية مميزة في عالم الموسيقى العربية. حلقتنا اليوم عن المطربة السورية ليندا بيطار. احكي لي عن بلدي، احكي يا نسيم الرمال عالشجر مقابي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. ليندا بيطار هي مطربة سورية ولدت عام 1980 في مدينة حمص. بدأت موهبتها الفنية تظهر منذ عمر الخامسة، حيث بدأت بالغناء مع فرقة للموشحات، ثم انضمت إلى كورال بقيادة الأب سمير حداد. أمو يسوع قد بكى. هلا أنا مثل أي بنت يعني بعائلتي انتبهوا لي إنه أنا بغني صح، بغني اللحن صح، وبابا كان مغني وبيعزف عود، فعلى هالأساس صار ينتبه إنه ليندا بتغني أو ليندا إدنا موسيقية. هيك لحتى صرت بلشت حياتي المهنية، يعني إنه مو حياتي المهنية إذا بدك، بلشت بالابتدائي وبالإعدادي صار في كورالات بقلب المدرسة، دائما شارك يعطوني سولويات، بالإضافة إلى كورال الكنيسة كمان أنا كنت موجودة بالتراتيل، فمشيت بكورال موشحات وأدوار بقلب المدرسة وكورال الكنيسة مع بعض لو وصلت لمرحلة بعد بكالوريا. درست ليندا الحقوق لمدة 2 سنين، ثم قررت أن تتبع شغفها وتتوجه نحو دراسة الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى في سوريا، وتخصصت في الغناء الشرقي بالإضافة إلى الغناء الأوبرالي لمدة 3 سنوات. يرق الكلام فاسمع صوت دم في عروق الرخام، في دمشق يغني المسافر في سره، ولا أعود إلى الشام حيا ولا ميتا. أول شي درست حقوق، بعدين 2 سنين، بعدين أهلي لأنه كانوا ما حابين إني أحترف الموسيقى، لأفكار قديمة يعني كانت إنه بتقول إنه الموسيقى بهداك الوقت ما كان إلها مكانة مثل هلأ يعني. وأنا كنت حلمي إني فوت على المعهد العالي للموسيقى، فاقتنعوا إني أدرس الحقوق والمعهد العالي. طبعا بعد ما شافوني مشيت بالمعهد العالي وافقوا إني أترك الحقوق، وهيك بلشت الحكاية. ليندا أنا بلشت معها وقت كنا بحلب، بلشت معها بالغناء الأوبرالي، فأعطتني نتيجة رهيبة، وأنا فكرت إنه بدها تكفي غناء أوبرالي. فبعد فترة، بعد ما انقبلت على المعهد بدرجة ممتازة، فقلبتها على الشرقي. بتذكر كتير منيح تلفنت لها وقلت لها ليه قلبتي على الشرقي، ما أنا اشتغلت معك كذا. المهم بس بعدين طبعا بدعت بالشرقي، صوتها طربي، صوتها جميل، سلمها عريض، نبرتها ما بقلك النبرة بتدل على أخلاقها من داخل، نبرتها حنونة، نبرتها فيه إحساس. أنا كنت 3 سنين دارسة غناء أوبرا، بعدين قلبت غناء شرقي وقت اللي فتح قسم الغناء الشرقي، بس يعني بشوف إنه الأوبرا كتير فادتني بالشرقي كمدرسة كتأسيس. ليندا صوتها
أولاً كتير بحب شغلة إنه صوتها غير إنه قريب من القلب والخامة. كتير هلأ ناس عم بحبوا هيدي الخامة اللي هي كتير ناعمة بنفس الوقت، بس بدها تأدي القصص الشرقية عم بيكون بعقد، وفيها كمان تعمل القصص الأكتر رايقة ورومانسية وبعيدة عن الطرب إذا بدك كمان يطلع كتير حلو. بنفس الوقت اللي بحبه أكتر إنه هي حدا أكاديمي، يعني هي بتعلم قريبة من الطلاب، بتعرف الناس شو بدها، بنفس الوقت عم تساعد كل هالجيل الجديد تيجرب يلاقي حاله ويلاقي بنفس الوقت شو القصص بتلبق للصوت تبعهم أكتر وأكتر. وليندا من وراء هيدا الشيء كتير عم تعرف كيف تغير صوتها حسب الغنية شو بدها. بصراحة ليندا هي من الأصوات القليلة بالبلد يلي مهتمة تقدم نفسها دائما بأحسن صورة. يعني بنقعد بلاقيها معتنية بكل التفاصيل، بلاقيها موجعة راسها بالإضاءة، موجعة راسها مين مهندس صوت، موجعة راسها كيف رح يفوت الجمهور، موجعة راسها بأي تفصيلة، بكل التفاصيل. قديش هيدي الإنسانة إنسانة بمعنى الكلمة، برقي بالتعامل مع الناس. يعني صار لي تقريبا 30 سنة عم بدرس، قطع بتعرفي طلاب قد شعرات راسي. يمكن هي من الطلاب اللي بتضل تتذكر كل فترة لفترة لحتى تقلي بشكرك على كل جهدك اللي عملتي. كاين حدا تاني تقتلني مشاني، زعل عينين الكون ولا نام زعلاني، كان القلب بيتك ضحكت. تقاسمت ليندا موهبتها مع الجمهور من خلال مشاركتها في مهرجانات عديدة في الوطن العربي وأوروبا، كما انضمت لعدة فرق موسيقية مثل جسور ووجوه، الأوركسترا الشرقية وطرب. مش حبيتك قديش ندماني. أنا من ضيعة كتير معروف عنها إنه دائما بيسمعوا فيروز ووديع الصافي بسوريا، وتحديدا بهي الضياع، يعني بهدوليك الضياع. فأنا كنت حافظة كل شيء في أرشيف تقريبا نقول للسيدة فيروز، وضليت متأثرة فيها لهلا مثل كل السوريين صراحة. يعني أنا وشادي غنينا سوا، لعبنا على الثلج، ركبنا بالهوا، كتبنا على حجار قصص صغار ولوحها الهوا. شاركت ليندا مع زياد الرحباني ومارسيل خليفة في عدة حفلات في دمشق، وكما شاركت كمغنية كورال في ألبوم السيدة فيروز في أمل، حيث لاقى نجاحاً واستحساناً كبيراً من قبل الجمهور. انت ما بيطلع منك إلا كل شي حلو، قال قايل عن حبي وحبك مش حلو، ذكرني بحياتك حلو وصفى مش حلو، إلك مني وعليك عيبه من أوله. كنت ب 2008 وقت دمشق عاصمة الثقافة، اجى أستاذ زياد عمل حفلات بقلعة دمشق واستضاف مغنيات سوريات. كنت محظوظة إنه أنا كنت مغنية من المغنيات، وهيك بلشت الحكاية. اشتغلنا 3 سنين تقريبا لقبل الحرب بسوريا، وتعرفت عليه وسجلت بألبوم السيدة فيروز. يعني هلا كنت عم أقول لك إنه أنا كنت كثير متأثرة بمدرسة الرحابنة، فكان حلم من أحلامي بعتبره تحقق يعني.
صراحة كل مرحلة يعني بيجي هيك بتجي شغلة بتنقلك لمرحلة تانية. فأنا بعتبر مرحلة من أول ما قلت لك بلشت بالموشحات وبالكنيسة هي مرحلة، وقت فت على المعهد العالي للموسيقى مرحلة تانية، وقت اللي بلشت أشتغل مع فرق فيها أساتذة موسيقيين كنت أنا أحبهم وتابعهم، فكمان هي مرحلة بتعطيكي دفع لقدام. يعني مع التخرج أول أغنية مثلا عملتها كمان بيعني لي كتير، أستاذ زياد، أستاذ مرسال خليفة، هاي الأسماء الكبيرة اللي اشتغلت معها اللي أنا أكيد كتير بتشرف. بحب بصوت ليندا كتير غزل الهوى. بالأصل أنا وعم بتعلم بالزمانات هي كانت مسجلتها جديد، وأنا سمعتها ولا افتكرت إنه هي لداليدا رحمة، أنا افتكرت هي صاحبة الغنية. بس ولما كنت ب 2017 بالسودان كنت كان عندي شغل معين، فدائما البلاي ليست على الكمبيوتر فيها غزل الهوى. غزل الهوى مغازل صفولي قمار قمار، غزل الهوى مغازل صفولي قمار قمار، كيف بدي غيرك غازل وبعرف انك بتغار. وانه اشتغلنا مع هالكبار هدول، هاي كلها بتعطيكي دفع وخبره، وبتصيري انت عم تتطوري شوي شوي. فبالاضافه الى انا اشتغلت مثلا مشروع كتير بشوفه نقلني بالموسيقى الشرقيه، هو موسيقى سريانيه مع الاستاذ نوري اسكندر اللي كمان قدمناه باسبانيا باكثر من بلد، فكمان بعتبر كتير فادني موسيقيا كموسيقى عربيه يعني تحديدا. كسبك حلو شو حلو لما كنت شي كسبي بحياتك، كسبك حلو تذكرني شي مرة ورجعني عبالك. بتعرفي هلا هيك فرصه لاحكي انه انا كنت جدا معجبه بمدام ميادة بسليس اللي هي واستاذ سمير كويفاتي اللي هن تبنوا شيء اسمه الاغنيه السوريه وقدموها باحلى صوره، واقتنعت بحكيهم. يعني انا كنت على اتصال معهم انه نحن لازم ندافع عن هويتنا ولازم نثبت حالنا بهويتنا. بعدين في حال رحنا على بلد تاني حبينا مثلا من ضمن الاغاني السوريه نقدم اغنيه للبلد كهديه، انه يعني هي بتكون مثل انه بس انه لازم نقدم هويتنا، لازم لكل مغني يكون له هويته. في كتير فنانين بيغنوا على المسرح، لا مش هيك. الفن هو فن الداخلي كمان اللي بينعكس بأدائه. يعني إنسان إذا ما معدنه نظيف فتصوري إنه هيدا الإنسان فنان، كيف رح يأدي، كيف رح يحس الكلمة، كيف رح يعطي للغنية كاركتير. يما يا يما مدري وش مالي، رد الباب يما الهوى شمالي. ليندا بيطار تعبر عن مشاعر حبها العميق للشعب العراقي من خلال تصرفاتها وتفاعلاتها. يتجلى هذا الحب واضحاً في تلك اللحظة المميزة عندما أقامت حفلاً في بغداد. كانت هذه اللحظة تعكس فرحها وسعادتها الكبيرة لتحقيق حلمها بالمشاركة والغناء أمام جمهورها العراقي. 16 كان في أسبوع سوري بالعراق، أسبوع سوري ثقافي. رحنا مع مدام لبانة مشوح وزيرة الثقافة اللي كانت بوقتها وهلأ هي استاذة. رحنا معه وعملنا الحقيقة حفلة من أحلى الحفلات. انبسطت كتير لأنه أنا كنت من البلدان اللي كتير كنت حب شوفها هي العراق. كانت ببغداد الحفلة الحقيقة، ومن الروحات اللي ما بتنتسى أبداً. يعني حتى 2016 كانت الأزمة بسوريا كتير كبيرة، وكان طريق المطار إذا بدك كتير صعب، فتحدينا يعني هيك كفرقة، وكنا رحنا فرقة بنات يعني كتخت شرقي نسائي.
شاركت الفنانة ليندا بيطار مع عازف البيانو لوكاس صقر في مشروع مزيج، وقد قدما أعمالا مميزة ومبتكرة. هذا التعاون الفني جمع بين صوت ليندا الرائع ومهارات لوكاس في العزف والتوزيع الموسيقي، مما أسفر عن إنتاج أعمال فنية تميزت بالجمال والإبداع. الشباك لارمي لك حالي ومن الشباك لارمي لك حالي يا عيني من كتر شوقي عليك ما بنام يا حلو يا مسلين يلي مزيج هو عمل لإلي كان على السوشيال ميديا. كل هدفنا انه نرجع اعادة توزيع الاغاني القديمة، واسمه مزيج لانه بننتقل من غنية لغنية من خلال كلمة موحدة. فانتشر مزيج، وكان لقائنا مع ليندا بنص اذا بدك الطريق تبع مزيج، وعملنا مزيج من الاغاني التراثيه الشاميه والحلبيه. اكيد بتضل عندك شوي خايفه من قصص ناس كيف معقول تستقبل هالتوزيع الجديد، يعني اغاني ربيوا عليها وكل شيء عم ترجع يسمعوه بهالطريقه الجديده. بس بتخيل ليندا مثل ما حكينا بالاول اعطتها حقه على الاخر بصوتها الأصيل مع المغنى الشرقي المضبوط، لو كانت الموسيقى موزعة بشكل جديد. يا مال الشام ويلا يا مالي طال المطال طال وطول حلوة بتشكي كتير وبتتحول. كل غنية بتحكي عن قصة، فهي وقت بتغني بتحكي القصة بصوتها الطربي، بعربها الجميلة السلسة، بسلمها العريض. طبعا عندها التقنية وعندها صفات كتير موجودة بصوتها، يعني صوتها من النوع اللي ما بيتعب. في مغنيين بيسجلوا ساعة بعد ساعة بيروحوا بيرجعوا يومين ثلاثة بيرتاحوا ليسجلوا. ليندا عندها هالتقنية انه باستوديو فيها تسجل 6 ساعات صوتها ما بيتعب. هيدا هو مدرستنا نحن، هي تقنيتنا. وقت بقول مدرسة يعني هي التقنية، عم بحكي عن التكنيك. أنا بالنسبة لي أهم شيء بالأغنية هي الكلمة، يعني كلهم بيقولوا الكلمة أو اللحن أو التوزيع، أنا بقول لهم الكلمة أولاً وأكيد وليس آخراً، بس أول شيء بيجذبني لحتى غني. فدايماً يعني بيلفتني الكلمة الحلوة، وبتلفتني الفكرة الحلوة بالأغنية. وما بحب كتير إذا بدنا نحكي بالعامية الفزلكة بالكلام، بحب الكلام السهل بس اللي له رسالة. وبصراحة بشوف الرحابنة يعني نحن مو بنسمعهم كتير، فكتير عم نحاول نتعلم منهم من هالقصة، لأنه دائما بنقول السهل الممتنع، إنه الكلام البسيط اللي بينفهم بس بنفس الوقت في رسالة كتير سامية. فحاولت بأغنية إني أقدم هذا اللون البسيط والقريب من الناس، وبنفس الوقت يكون له قيمة موسيقية كمان من خلال اللحن والتوزيع. كل أغانيها الجديد كتير منيح. بعد لازم يعني بحس حيلا حدا لازم قد ما في يضلوا عم يشتغل على أغاني جديدة تيلاقي هيدا. بتعرف هلأ صعب، يعني ليندا مش قادرة كتير كمان تفوت بالسوق، بفهمها نفس الوقت بتخلي هيدا الشيء المرتب. بده يجي وقت يلتقى هالغنية اللي هي كتير مرتبة، وبنفس الوقت الناس اللي عم تسمع شيء غريب هلأ تقدر تتقبلها. أنا لما بدي أغني غنية بسألها، بالنهاية هي قبلي بالجو وعندها مقدرة وهي أستاذة بالغناء. هالأسمار اللون هالأسمراني تعبان يا قلب خيو هواك رماني. بس تلاقي شخص عم بيعلم كل شيء بيعرفه لجيل جديد، بيبين دغري من شخصيته انه ما عم يخبي هالشيء له، بالعكس. يعني حدا اذا بدك كريم، قلبه طيب، بده يعطي شو بيعرف معلومات
تا ما توقف الخبرية عنده، يعني بده لهدف البلد أو لهدف الموسيقى بشكل عام يعني ضلها ماشية. فبس شوف مطرب عم بيعلم خصوصا بمعهد رسمي، هي لوحدها كافية تخبرك عن شخصيتها يعني. وأنا شفت بس رحت على سوريا شفت الطلاب كيف يستقبلون. بصراحة ليندا هي من الأشخاص اللي بتحسي ما بيدقوا الباب هيك قبل ما يفوتوا على حدا، لا هيك دغري بتلاقيها بيناتكم، بتلاقيها عم تمزح وتضحك وليك فلان وليك، يعني بتحسي إنه هي قاطعة مرحلة من التواصل أو من المعرفة لوصلانة لأول نقطة. هي لمسلسل الأصل مو أنا مغنيتها صديقة كتير عزيزة وبحب صوتها كتير، اسمها بسمة جبر. هي متواجدة برات سوريا، فوقت استضافني غنيت أنا هالشارع، بس أخذت ضجة من هاي الحفلة وانتشرت. ايه مزبوط، وانتشرت هاي الحفلة كتير انتشرت. بعرف انه هلا انا هالشعر بحبها من زمان، وهو يعني من شعراته اللي بيحبهم، بس ما كنت بتوقع تاخذ هذا الصدى الكبير. احيانا الواحد اذا ما خطط للقصه او هيك عم تزبط اكثر من وقت اللي يخطط. نحن طبقنا تقنيه الغناء الاوبرالي بالغناء الشرقي. فليندا وقت قلبتها من الاوبرا للشرقي، فليندا بتغني بتقنيات عاليه، يعني هي بتستعمل نفس التقنية بالغناء الأوبرالي، بتستعمله بالطرب. ميل على بيتي دخيل الله، كيف نحجار وقول خبرني، شو بقى منه الضرب، شو خلى نهد وقع أو بعد ناطرني، كأنك لمحت خيال عم يلعب، خيالي بقي ببيتنا. بدي اقول لها ميرسي على كل شيء، بشكرها من قلبي على ثقتها فيي وبالموسيقى تبعي، وبتمنى لها كل خير ونجاح لانه بتستاهل. بدي اقول لها ليندا استمري باللي عم تعمليه. انا شايف لسه التقديم بنفس الصورة هو شيء منيح، لكن لما منفكر شوي برا الصندوق رح نقدر نعمل شيء أكثر. أتمنى على ليندا تفكر تطلع من سوريا، ما قصدي تهاجر، أنا قصدي إنه تعمل حفلات برا سوريا. وأنا بدي أتمنى لها إن شاء الله يا رب تضل تعطي، تبدع وتلتقي مع ملحنين شاطرين. ما بقول لك هي بتعرف تختار اغانيها كثير منيح، هيدا اللي بدي اتمنى لها ان شاء الله العمر كله بالغنى، بتقضيها بالغنى. عم بحلم انا، عم بحلم من نوم تصحيني، ولو لحظه ولو عم بتوهم وتردد تغفيني، نسيني حزني وأنيني وأيام الأسى، وبهذا صوتك تحكيني وما يسمعنا حدا، ما بعرف أنا مين، خليني أحلم خليني وما أعرف أنا مين. تعتبر ليندا بيطار واحدة من ألمع نجوم الموسيقى العربية، حيث استطاعت أن تترك بصمة قوية في عالم الفن، وذلك من خلال الأغاني التي تعبر عن جمال وثقافة المنطقة الشامية. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.